فاكرين ناهد شريف كانت بتحب أدوار الإغراء؟ يبقى هتتصدم من الحقيقة، لأن أول مرة اتطلب منها تكشف جزء بسيط من رجلها كانت مستعدة تسيب الفيلم كله وتمشي. ازاي الست اللي الناس اختزلتها بعد كده في فيلم واحد بدأت حياتها وهي بترفض حتى أبسط المشاهد الجريئة؟ اسمعوا الحكاية لأنها أغرب بكتير من ما الناس متخيلة. الناس النهاردة لما تسمع اسم ناهد شريف أول حاجة تيجي في دماغهم الإغراء، لكن الحقيقة إنها في بداية حياتها كانت بترفض المشاهد الجريئة. في فيلم دماء على التراب الوردي، وحسب روايات منشورة عن كواليس الفيلم، طلب منها المخرج حسن الإمام ترفع الجلابية فوق الركبة شوية. رفضت، قالت لأ، ولو المشهد لازم يتعمل يبقى هسيب الفيلم. الموقف ده خلى مخرجين كتير يبعدوا عنها وقالوا البنت دي خجولة ومش هتنفع، لكن محدش كان يعرف ان الايام جاية عليها بحاجة هتغير حياتها كلها. الحياة كانت اقسى من الخجل. بعد انفصالها وبعد ما المسؤوليات زادت فوق كتفها بدأت تقبل ادوار مختلفة، وجت سنة 68 وفيلم شهر عسل بدون ازعاج، ومن هنا كل حاجة اتقلبت. الأفيش وحده عمل أزمة لدرجة ان احد اعضاء مجلس الامة وقتها قدم استجواب لوزير الثقافة بسبب صورة ناهد على الأفيش، وحسب الصحف وقتها صدر قرار بتعديل الأفيش وتغطية أجزاء من الصورة. الفيلم نجح وناهد بقت مطلوبة، وبعد اعتزال هند رستم تدريجيا بدأ المنتجين يدوروا على نجمة إغراء جديدة، وكان الاختيار ناهد شريف. لكن في حاجة ظلمتها لحد النهاردة. ناس كتير اختزلتها في شكلها ونسيت انها كانت ممثلة شاطرة فعلا. يكفي انها وقفت قدام رشدي أباظة، كمال الشناوي، حسن يوسف، عزت العلايلي، زكي رستم، فايزة أحمد، وكان عندها قدرة تمثيلية شهد بيها حتى نقاد ما كانوش متفقين أصلا على نوعية أفلامها. لكن اللي حصل سنة 73 هو اللي غير صورتها عند الناس للأبد، وفيلم واحد بس مسح من ذاكرة الجمهور عشرات الأفلام اللي عملتها. سنة 73 اتعرض عليها فيلم ذئاب لا تأكل اللحم. الفيلم من بطولة عزت العلايلي وتصور خارج مصر، ومن أول يوم كان واضح انه مختلف عن أي حاجة قدمتها قبل كده. احتوى على مشاهد جريئة جدا، وحسب الناقدة ماجدة خير الله وعدد من الكتاب ناهد قبلت الفيلم في وقت كانت بتمر فيه بضائقة مالية وضغوط نفسية كبيرة، وكانت مسؤولة عن إعالة أسرتها، وده تفسير طرحته بعض المصادر وليس حقيقة مؤكدة عن دوافعها. الفيلم بعد عرضه اتمنع من مصر واتمنع في دول عربية كتير، وتصنف عند ناس كتير انه فيلم اباحي. ومن اللحظة دي الحكم على ناهد شريف اتكتب بجملة واحدة. بقت صورة ناهد عند قطاع كبير من الجمهور مرتبطة بالفيلم ده. ناس نسيت عشرات الافلام ونسيت انها ممثلة وافتكرت مشهد واحد او افيش واحد، وده كان الظلم اللي فضل يطاردها لحد اخر نفس في عمرها. لكن استنوا، لان المأساة الحقيقية لسه ما بدأتش. الناس كانت بتهاجم ناهد على الشاشة في الوقت اللي كانت هي بتحارب معركة محدش كان شايفها. في الوقت اللي الناس كانت بتهاجمها كانت ناهد بتصرف على بيت كامل، أخت مريضة ومصاريف ومسؤوليات وحياة مش سهلة. وده طبعا مش تبرير لأي قرار، لكن بيفسر الضغوط اللي كانت عايشة فيها. ولما افتكرت ان ربنا أخيرا هيعوضها بدأت الكارثة الحقيقية. آخر جواز كان بداية الكارثة. لو قلتلك ان ناهد شريف بعد كل اللي شافته كانت فاكرة انها أخيرا هتعيش حياة هادية، هتصدق؟ للأسف كانت دي بداية أسوأ فصل في حياتها كلها. اتعرفت على رجل أعمال لبناني اسمه إدوارد جرديان، وكان مسيحي. أما ناهد فكانت مسلمة، وحسب الروايات المنشورة تم الزواج مدنيا خارج مصر، وده كان بيثير جدل وقتها بسبب اختلاف الديانة. طبعا ناس كتير من أصحابها قالوا لها بلاش، وناس قالوا ان الراجل بيحب السهر والقمار. لكن ناهد كان نفسها تبتدي من جديد وتعيش حياة مستقرة، واتجوزته. وبعد فترة ربنا رزقها ببنت سمتها لينا. لأول مرة حست انها بقت
وكانت فاكرة ان الدنيا اخيرا ابتسمت لها، لكن القدر كان بيكتب النهاية بطريقة تانية خالص. في لحظة واحدة كل الأحلام وقفت، وتحولت ناهد من نجمة سينما لمريضة بتجري بين المستشفيات. سنة 79 ناهد لاحظت حاجة غريبة، ألم وتغيرات في جسمها. راحت للدكاترة والتشخيص كان صادم، سرطان الثدي. في الزمن ده المرض ده كان مرعب وفرص العلاج أقل بكتير من النهاردة. وحسب ما نشر في أكتر من مصدر صحفي، أول ما عرفت زوجها بالمرض اتدهورت العلاقة بينهم وبعدين بعد عنها، بينما تختلف الروايات حول تفاصيل الانفصال وأسبابه. لكن المؤكد ان ناهد لقت نفسها مرة تانية لوحدها. ولو فاكرين ان المرض هو أسوأ حاجة حصلت لها، يبقى اللي جاي أصعب بكتير. الفلوس خلصت، العلاج كان غالي جدا، وناهد صرفت كل اللي معاها، فلوس الأفلام والمجوهرات وأي مدخرات، كل حاجة راحت. وبعد ما انتهت إقامتها في لبنان رجعت مصر مرهقة تعبانة وبتعاني من نزيف، وكان لازم تدخل عملية بسرعة. لكن الصدمة ان نجمة من اشهر نجمات السينما المصرية ما كانش معاها تمن العملية اللي ممكن تنقذ حياتها. وهنا هيظهر شخص محدش كان يتوقع انه يرجع تاني، كمال الشناوي، الراجل اللي كسر قلبها زمان هيبقى هو اخر امل ليها في الحياة. نكمل في الحلقة الجاية.